ازاي يبقى عندي خدود ووشي نضر ومكلبز بس مش عايزه اتخن، بيل دابل شويه ورفيع، مفيش خدود خالص، مفيش نضاره. كل دي حالات انا بسمعها، وفي بيقولوا لي هو الحل الوحيد اللي فاضل البوتوكس. اكيد لا. الوش لما بيبقى في وضع غير الطبيعي بتاعه، لما يبقى ما فيهوش نضاره، لما يبقى بيل ودابل ورفيع عن بقيه الجسم، من هنا بنعرف ان الجسم بيحذرنا من حاجه. ليه؟ لان بشرتنا وشعرنا وضوافرنا واي حاجه ظاهريه هي موجوده عشان تدينا جرس انتباه لاي حاجه بتحصل جوه الجسم. وحتى لو الوش ما فيهوش اي مشكله في النضاره، ولكن مشكلته الوحيده ان هو رفيع، او عايزين نحاول نتخنه شويه او نملاه بمعنى اصح شويه، برضو كل ده بيتم داخليا، مفيش وصفه ابدا خارجيه هتعمل ده. كل ده محتاج دعم داخلي للجسم. الفيديو ده مخصوص للناس دي، لان بقالهم كتير قوي بيقولوا لي عن الموضوع ده، ازاي يبقى عندنا خدود ممتلئه او وجه ممتلئ نضر وحلو من غير ما يبقى فيه تأثير سلبي على جسمنا، ومن غير ما نعمل بوتوكس. انتوا عارفين ارائي في العلاج العشوائي، وانا بقول لكم قبل ما نعمل الفيديو ده اي حد حاسس تعب لازم يتوجه يعمل تحاليل فورا، ويشوف مع اخصائي صحه عامه ايه الوضع بتاعه ده، ومفروض ان هو يتجه لتخصص ايه ويعالج ايه بالظبط. روتين الموضوع ده بالذات هيبقى متقسم لاجزاء. اجزاء بمعنى ايه؟ بمعنى ان الموضوع ده معتمد على كذا شق. تمام؟ شق الصحه والمناعه، شق الطعام والغذاء، وشق الفيزيكال ثيرابي، لان الخدود دي او الوش في المطلق يعتبر عضلات برضو، والعضلات دي بترهق وبتجهد، وفي نفس الوقت احيانا بيحصل ايجنج او عجز مبكر بسبب طبيعة حياة كل شخص بتختلف عن الاخر. فبالتالي هنتكلم على كل شق لوحده. اول حاجه حابه ان انا اتكلم على المكملات. في مكملات معينه بتاثر جدا على صحه البشره ونضارتها، والاستمرار عليها فعلا بيؤدي لوضوح في نضاره البشره وصحه البشره، وفي نفس الوقت بتظهر نتائج واضحه جدا على امتلاء الوجه وعلى وجود خدود صحيه جميله ممتلئه، طبعا مع الالتزام بباقي الخطوات. برضو المفروض ان انا التزم على المكملات دي بشكل يومي في اول شهر، بعد كده اثبتها لما اوصل لنتيجة مرضية ان انا اخدها مرتين في الاسبوع، بعد كده اثبتها ان انا اخدها 3 ايام واريح 3 ايام، اخدها 3 ايام واريح 3 ايام. الاوميجا 3 او زيت السمك هنا بقى مش هتفرق طالما الغرض النضاره وامتلاء الوجه. كنت اتكلمت عن زيت السمك قبل كده في فيديو قريب، يا ريت نرجع نشوفه. فيتامين بي 12 بيساعد على امتلاء المناطق النحيفه بسبب ضعف، وبسبب ضعف العضلات كمان، لو في ارتخاء في العضلات دي او كده بيحسن ده جدا، زي مثلا الميثايل تكنو وزي الابي فورتيل. تالت حاجة عندي فيتامين اي. فيتامين اي تركيز 400 برضو بيساهم جدا في امتلاء الوجه ومقاومة النحافة، وتأثيره برضو جميل جدا وواضح على الجسم والبشرة والشعر، يدعمهم جدا داخليا سواء للحوامل او للمرضعات. مفيش اي موانع، مفيش اي اعراض جانبيه خالص. وفي اول شهر انا بلتزم يوميا بجرعه مناسبه، حبايه من اوميجا 3، حبايه من الفيتامين بي 12 مع كيس او 2 من البروتين، بس يفضل كيس واحد صباحا. كل الفيتامينات دي بحاول ان انا اخدها في فتره الصبح، ملهاش ميعاد معين، بس الاوميجا 3 يفضل ان هو يتاخد قرب الاكل. بالنسبه بقى للطعام، في بروتين بيتباع اسمه الواي بروتين، كل الناس اللي بتتمرن عارفينه. الواي بروتين ده كويس جدا في تحسين حاله الجسم والهضم والايض، كويس جدا. فيا ريت نجيبه ونستخدمه الصبح، سواء هنضيفه على اللبن او سواء هنستخدمه لوحده نحطه نعمل بيه سموذي. كل دي طرق بيتعمل بيها الواي بروتين، يا اما بيتضاف مع الاكل، يا اما بيتعمل منه سموذي يتشرب بالضرب في الخلاط مع اللبن، بالظبط كوبايه لبن. باخد معاه بزود عليه الترمس الحلو. الترمس الحلو بيدعم جدا حالات النحافه، وليه نتائج ملحوظه في كذا نظام علاجي مسجل. الترمس الحلو بناخد منه معلقه كبيره يوميا، بنخلطها بقى مع اكل، مع معلقه عسل ومعلقتين او 3 أو 4 لبن او زبادي.
الترمس الحلو لو التزمنا عليه كل يوم الصبح، معلقة ترمس حلو مع طحون، مع معلقتين زبادي، مع معلقة عسل، وعملنا عجين كده كلناه، مع الواي بروتين وشوية اللبن، جرعة فيتامين د، جرعة من النشويات المفيدة ومن المواد الفعالة المفيدة اللي هتأثر وتنعكس على صحة الجسم ونضارة البشرة ونضارة الوجه وامتلاء الوجه. وطبعا يستحسن جدا لو نقدر ناخد عسل اسود في خلال اليوم مع عصرتين ليمون، برضو بيساهم جدا في ده. كنت عملت فيديو عليه مخصوص بنتكلم على تأثير العسل الاسود في مقاومة الانيميا، وفعلا نتائجه ملحوظة جدا مع ناس كتير. عسل اسود بالليمون، وطبعا جرعة فيتامين سي محترمة اكيد. اكل الطماطم بيساعد جدا ان الوجه يمتلئ ويبقى نضر ويبقى صحي. مش اقل من طماطمتين كل يوم لازم تتاكل، لغني بفيتامين اي وغني بفيتامين سي والاحماض المفيده للجسم، بيساعد في تحسين الهضم والايض والتمثيل الغذائي. فاتمنى ان انتوا تهتموا بالطماطم شويه، واللي بيتعب من قشر الطماطم ممكن يقشرها عادي. دي لستة من الحاجات اللي هتساعدنا جدا جدا نحقق ونقوي النضارة في جسمنا وتحسين الدورة الدموية وتقليل نحافة الوجه وبث النضارة في أهمهم البنجر والبتنجان. بنجر وبرتقان وجرجير، لو اقدر اخده واعصره في الخلاط ده مفيد جدا، واخده مرتين في الاسبوع، وهيدعم نحافة الوجه جدا وهيتحسن الوضع. يمكن من تاني مرة هتلاقوا النضارة على طول ظهرت في وشكم. اما بقى روتين العلاج الطبيعي اللي احنا هنقوله مع بعض هو شيء مكمل. تدليك البشرة، الفيزيكال تريتمنت مهمة جدا. العلاج الفيزيائي دي عضلة، الخدود دي هي عضلة بتتأثر بالحركة وبتتأثر بالتعبير وبتتأثر بكل حاجة. لو انت مثلا خدك ساقط شوية بدأ يعمل كونتور ويخش قوي من هنا، لو انت مش عارفة الخدود مش تشابي او مرفوعة لفوق كده، كل دي حاجات مش هيحلها لك غير المساج. تمرين عضلات الوجه فعلا بيجيب نتيجة، بيرفع الخدود وبيرفع الجفن وبيرفع العيون، يعمل حاجات كتير قوي. اتمنى ان انتوا تتعمقوا شويه في البحث عن المساج والفيس مساج بالذات ومساج الوجه، لان فعلا الموضوع يستحق البحث والاهتمام، وهو فعلا مؤثر جدا جدا بصحه البشره والخدود وامتلاء الوجه. المفروض ان احنا نعمل مساج في بشرتنا، حركات ترفع من الخدود وتساعدها على ان هي تاخد وضعها وامتلاءها وتبقى تشابي ومرفوعه لفوق كده وشكلها كويس. السؤال اللي انا متاكده ان هو بيتم طرحه، المساج بتاع الوجه ده انا بعمله لوحده ولا بعمل معاه علاجات موضعيه زي زيوت او عصاير طبيعيه او يفضل ان انا اعمل معاه اي شيء طبيعي فيه فيتامين سي، بس يكون طبيعي، لان انا مش بفضل السيرم اللي من الصيدلية الحقيقة. يعني افضل دايما ان مصدر فيتامين سي في العلاج الموضعي يكون طبيعي، لان هو متوفر وكتير قوي. موجود في الجرجير، نعصر شوية جرجير ونستخدمه، موجود في مستخلص قشور البرتقال نستخدمها، موجود في الطماطم هو فيتامين اي كمان، وطبعا البشرة الحساسة ما ينفعش معاها الطماطم. حركات المساج بتبقى كده دايما من جوه لبره ومرفوعة لفوق، اما برفع الخد كده او برفعه كده، اما برفعه كده وبعد كده اجي كده، بعد كده ارفع العين، يبقى الايفكت بتاعي والمفعول بتاعي ساري على الوجه كله، فالنتيجه تبقى واضحه وبارزه. مفيش اي مانع ان انا فيتامين سي ده افضي عليه نص كبسوله من فيتامين اي اللي هو في الصيدليه عادي، لكن انا ممكن استعين بعصير الجرجير، ممكن استعين بطحينه. استخدام الطحينة موضعيا بيساعد جدا على نضارة البشرة، وفي نفس الوقت بيساعدها على الامتلاء، لان الطحينة دي زي ما انتوا عارفين هي زيت سمسم وبعض الفيتامينات امتصاصها قوي موضعيا. يعني مفيش اي مشكلة ابدا ان انا استخدم عصير الجرجير او عصير البنجر، مستخلص البنجر او مستخلص قشور الرمان، كل دي حاجات حلوة جدا استخدمها، او عصير العنب لو مفيش اي حساسيه منه. استخدم كل الحاجات دي وافتح عليها نص كبسوله من فيتامين اي ونص معلقه صغيره من زيت الجوجوبا، وابدا ان انا اعمل بيه مساج لوشي في انتظار ان هو يمتلئ او يزيد نضارته ويزيد حيويته. فالامتلاء حتى اللي بيحصل لي داخليا اندوجينس اقدر اشوفه بشكل واضح على وجهي. انا كده قلت كل اللي انا كنت عايزه اقوله في حته امتلاء الوجه ونضارته. الموضوع ليه كذا شق لازم اعتمادها كلها.
ما ينفعش اهتم بشق واهمل شق تاني. لازم التحاليل، لازم الاكل الكويس والمكملات، ولازم المساج وتعديل او تحفيز العضلات اللي موجوده في الوجه. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. اعملوا شير ولايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات المهمه الجايه. سالوني تحت في الكومنتس اللي انتوا عايزينه، ان شاء الله برد بعد اول ساعه وبرد على قد ما اقدر. اعملوا لي فولو على السوشيال ميديا عشان هناك بنعمل فيديوز مختلفه، بنعمل اسك وبنطلع لايف. ميرسي لكم جدا ان انتوا شفتوا الفيديو. باي باي.